تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. لتشكيل غلط وتغييرات غير موفقة وغياب كامل لتوفيق ودويدار وإبراهيم صلاح وطارق حامد ومعروف يوسف والشناوي ومصطفى فتحي، الزمالك يصعد لنهائي أبطال أفريقيا لأول مرة من 14 سنة. الزمالك بيتلقى هزيمة صعبة وفي توقيت أصعب بخماسية. لو ما كانش باسم وستانلي موجودين كان هيبقى عليه العوض والزمالك بره. الزمالك بيبدأ اللقاء بعلي جبر وعلى شماله إسلام جمال، قدامهم ستانلي وباسم مرسي. فين باقي التشكيل؟ كانوا كلهم في الملعب أجسام بس، لا عقول ولا تركيز ولا ربع مستوى. في ايه؟ هقول لك انا في ايه. الجيل الحالي من لاعبي الزمالك اول مرة يتحط تحت الضغط ده في الموقف ده، بما في ذلك المدير الفني مؤمن سليمان. احساس لاعبي الزمالك بانهم فازوا على الوداد برباعية في لقاء الذهاب وصل لهم صورة اننا وصلنا خلاص، وده اللي حذرنا منه في الحلقة اللي فاتت. التشكيل اللي بدأ به الزمالك أزم الامور اكتر. البدء بدويدار بجانب علي جبر، واللي وضح عدم التفاهم ما بينهم وان دويدار اصلا مش في حالته، بوظ الدنيا. التعديل الاخير اللي ظهر به الزمالك من عودة معروف كباك شمال وضم دويدار مع اسلام جمال وعلي جبر في القلب هو اللي خفف الضغط شوية على الفريق ومنع الوداد انه يحرز هدف سادس وسابع. كان لازم التعديل ده يكون من اول الشوط الثاني، وكان هيخرجنا بخسائر اقل كتير. مصطفى فتحي للمرة التريليون بيقول انا بديل ممتاز والنبي محدش يبدأ بيها ماتش. نزول شيكابالا خذل مؤمن سليمان، وده اللي خلاه مغصوب على الدفع بأيمن حفني اللي كان خايف عليه من الانذار الثاني. الزمالك في المجمل ادى ماتش مزري، خطوط مفكوكة من بعضيها، تركيز غايب، نقص في الصفوف. تخيل حضرتك لما تلعب ب 14 لاعب و3 حراس 2 منهم على الدكة ويخرج من فريقك اكتر من نصه مش في يومه، اما تحت ضغط عصبي او للثقة المفرطة. ولولا باسم مرسي وستانلي وعلي جبر واسلام جمال وايمن حفني لما نزل كان زماننا بنتكلم كلام تاني خالص عن الخروج المخيب للامال والجيل اللي للاسف هيتم اعدامه والمدير الفني اللي هتتفتح عليه الخرارة. بس في النهاية الزمالك صعد للنهائي، وفي النهائي حسابات تانية خالص. معانا يا رب، السادسة يا رب. هو احنا كل ما هننسى تفكرنا؟ انت شايف ان الكلام عن السحر والاعمال والشعوذة في التوقيت ده طبيعي؟ يعني انت بتبرر للعيبة الهزيمة او بتبرر لهم الهزيمة اللي ممكن تيجي بعد كده؟ وبعدين الكابتن الكبير اللي انا بحبه والله وبحترمه كتير، خالد الغندور، طالع بيقول ان الكلام كذب وان مفيش شيخ كان مع البعثة في المغرب وان الصفحات والمواقع اللي كاتبه الكلام ده كلها كدابة. يقوم ايه بقى؟ يقوم قايل هو على الموضوع عشان اللي ما شافش يشوف واللي ما سمعش يسمع. الطبيعي انه كان يتجاهل الموضوع فينتهي لغاية كده. يا اخي والله العظيم ربنا يرحمنا. على أسوأ أرضية ممكنة وبكرة من التوحيد والنور فرع أسوان، وعلى فريق أقل من إنه يتهزم من الزمالك 4-0، الزمالك يحصد أول 3 نقط في مشوار الدوري العام أمام النصر للتعدين. مش هتكلم في فنيات ولا تشكيل، وكلنا عارفين إن الزمالك جهاز ولاعيبة ومجلس إدارة وجمهور كل تفكيره في نهاية أفريقيا. الجهاز مريح معظم القائمة الأفريقية، والزمالك بيخرج من غير خسائر في أي إصابات
سواء حفني أو شيكا أو توفيق أو ستانلي أو حتى مايوكا، وده أهم من المكسب. اللي أنا هتكلم فيه هو ضياع ضربتين الجزاء الصحيحتين. إيه الرعونة دي؟ وبعدين هو مين اللي ترتيبه الأول في ضربات الجزاء؟ ولا الكابتن شيكابالا هو اللي بيوزع الكلام ده؟ يعني ايه شيكا ياخد الكوره ويديها لستانلي في ضربه الجزاء الثانيه واللي وضح فيها ان ستانلي نفسه ما كانش عايز يشوط؟ فين الجهاز الفني؟ فين مؤمن سليمان؟ لازم حد يساله مين الترتيب الاول في ضربات الجزاء في الزمالك، ولا هي بالبركه؟ لو كان مفيش ترتيب دي تبقى مصيبه، ولو فيه ترتيب والجهاز مش قادر يفرضه تبقى المصيبه اكبر. عايز الناس تفتكر معايا بس ماتش الذهاب قدام الوداد، ضربة الجزاء اللي باسم مرسي عايز يشوطها وشيكا اداها لمصطفى فتحي. كلنا يومها ما اتكلمناش عشان مصطفى جاب الكوره جول، واحنا كنا كسبانين 3 وده كان الرابع. اشك كل الشك ان في ترتيب. على العموم مبروك ال3 نقط، نركز في اللي جاي عشان ده الاهم. دونجا وناصف وريكو ابرز الصفقات اللي ظهرت بشكل مقبول. قدامنا يوم 15 ماتش الذهاب في افريقيا، وان شاء الله يوم 23 نقابلكم في استاد القاهرة في النهائي. هيقربنا كتير قوي من الحلم وجودنا كلنا. نهاية حلقة الاسبوع ده اتمنى تكون عجبتكم. بلاش تنسونا في اللايك والشير، ونتقابل الاسبوع الجاي. الحلم اللي انت فيه زي الايام البعيدة، امتى بكرة نلاقيه؟ امتى حيكون حقيقة؟ الحلم اللي انت فيه زي الايام البعيدة، امتى بكرة نلاقيه؟ امتى حيكون حقيقة؟ لكن على قد ما احلم الشوق في قربك ارحم، لكن